صباحو. ايوه نفس ما انتم شايفين انا لسه بظبط الدريسنج. بلشت من اسبوعين بظبط حاجة فيه يوم وبرتاح اسبوعين، بظبط ساعة وبرتاح شهر. فانا اليوم كله من الصبح قاعدة برتب. شوفوا شو رتبت. البرفيومات كانوا هون، رجعتهم هون. شوفوا هدول كانوا، لا كانوا هنا، كانوا هون. ايوه رجعتهم هون. فوق لسه مش عارفة شو اعمل. شوفوا الادراج الميك اب، حطيت هون لسه بظبط البرودكت تبع شعري عشان بعمل هون شعري. ظبطت هون ميك اب شي جلام، يعني حطيت كل حاجة جنب. شايفين الالوان، شايفين تناسق ترتيب. هالشي بياخد وقت، ديروا بالكم. عشان هيك مش راضي اخلص الدريسينج بسرعة، عشان هيك صار لي سنة برتب فيه ومش راضي يخلص. عشان شوفوا الترتيب، يعني لما بحب. شوفوا شايفين التناسق. اوكي هون حتى ميك اب هدى بيوتي وسيفورا. هدول الميك اب كلهم ما بستخدمهم عشان هدول كلهم يعني انا في عندي منهم. لسه تابعني، لسه ورايا الحمام، ترتيب الحمام والميك اب تبعي اللي حتى بالحمام، عشان بعمل ميك اب في الحمام. ما بعرفش استخدم هون عشان بوسخ حالتي ولازم اغسل كل شوي ايدي وحالتي وهيك. ف يعني الحمام لازمه كمان شهر تاني عشان اضبط البرودكت سكين كير والميك اب والاشياء تبعي الثانيه كلها. هون درج اكسسوارات الشعر، كل اكسسوارات الشعر حطاهم هون. وهذا استشوار بابيليز، المهم مستلزمات الشعر كلها. واخيرا خلصت هالجا الحمد لله، واخيرا. بس لا مشكلة على فكرة، لسه باقي ادراج الاكسسوارات. تعبت صراحة. شوفوا كيف مكركبة، والنظارات كمان. هدول الادراج كلهم، هالاشياء كلها لازم تترتب. غير هذا رتبت كل شيء. شوفوا يعني رتبت شوزات. شوفوا هالجا حطيت فيها درع الجائزة الذهبية اللي كنت اخذت السنة الفايتة، عشان كانت يعني ما كنت حطها بالدريسنج، ما بعرف ليش كنت مخبيها صار لي فترة، هي ولا درع 5 مليون. فقلت خليني احطهم عشان اصلا ضلت لي هالجهة فاضية. جربهم هدول كمان. شوفوا هدول، هاي وهاي كانوا عندي بالمخزن من بيتنا القديم، يعني مو جايين على ديكوريشن تبع البيت، فكثير ديكوريشن عندنا هيك مخزنه ولوح وما بعرف شو. فطلعتهم الحين عشان قلت لكم ضلت لي هالجهه وهالجهه فاضيه. عشان المره اللي فاتت انا كنت حاطه درج للروج وحده، درج ما بعرف شو لوحده، كل درج حاطه له نوع معين من الميك اب. فهالمره صرت بزحم شوي. شايفين يعني حتى الشنط صرت هيك واحد جنب الثاني. شو كمان، بس انا تعبت اليوم. معزومين على الفطار لعند صاحبتي، فبكره ان شاء الله هخلص هدول الادراج. اما الجهه هاي من غير ما اوريكم لسه مبهدله، لسه لازمها كمان شي يومين لوحدها. شوف هاي شكلها ما لمستها، هاي اللي رتبتها، هاي من هون. الباقي هذا كله مو مرتب، لازم ينشال الملابس وتتمسح الخزانة فوق. لقيت عليها غبار مو طبيعي. يلا معزومين على الفطار، والفطار بعد 40 دقيقة بالضبط. ونفس ما انتم شايفين حالتي، لسه ما لبست، ما جهزت حالي، ما عملت ولا اي شيء. ليه؟ عشان كنان مسك ايدي وطلعني غصبا عني من باب البيت. يعني انا من الصبح وانا قاعده بقطع الرصيف وبرجع، بقطع الرصيف وبرجع، هذا نفس الرصيف هذا رايحه جايه منه على كيفه. على كيفه. يلا كنان يلا ارجعوا للدار، يلا نو يلا ارجعوا للدار، يلا ارجعوا للدار، يلا ارجعوا للدار. يا رب يدخل. نو يلا يا ربي ما يصرخش. يلا امشي، يلا ادخلوا، يلا من هنا
برافو. يلا جري جري جري. مش هاي جري جري. عايز يدخل. على فكرة هو اللي ماسك ايدي مش انا اللي ماسكة ايده. شايفين؟ هو اللي ماسك ايدي مش عايز يتركني، وانا ماشية على كيفه يعني بيمشيني بطريقة اللي هو بده يمشي منها، لكن لا اش باقي نص على الفطار وانا شوفوا حالتي مبهدلة. يلا ندخلوا. لا يلا ندخلوا سافر. يلا نمشي. يلا حسن مش راضي خليني احمله.